90% في الأكاديميات بتفشل بعد أول سنة من افتتاحها. أنا محمد عبد المنصف وجاي في الفيديو ده عشان أقولك إزاي تطور الأكاديمية بتاعتك وتوصل للهدف اللي أنت عايزه في أقل وقت ممكن. خليني أقولك على حقيقة يمكن تزعل شوية، أكتر من 90% من الأكاديميات بتقفل بعد أول سنة من افتتاحها. طب ليه وإيه السبب؟ مش علشان التدريب وحش، السبب الحقيقي حاجة تانية خالص. وأول سبب إن مفيش نظام، تنظيم الشغل أهم من الشغل. الأكاديمية بتبدأ بالظبط يومين حلوين وبعد كده بتبقى عشوائية، غصب عن المدرب وغصب عن اللعيب. اشتراكات مش واضحة وجدول تمرين بيتغير، مدرب يمشي ومدرب يجي واللاعب في الآخر يزهق ويطير. وتاني سبب هو ضعف الإدارة. عشان يبقى عندك أكاديمية بجد لازم تهتم بحتة الإدارة دي، إن الأكاديمية دي مشروع كبير زيه زي أي مشروع تاني. ناس كتير فاكرة إن الأكاديمية مجرد تدريب، لكن في الحقيقة ده مشروع ولازم يكون له إدارة، متابعة، حضور، تقارير. وهو ده اللي بيفرق أي أكاديمية عن التانية. وأنت هتتميز بإيه؟ كل المدربين بترص أدوات وبتمرن. أنا كولي أمر مش هفهم حاجة في التمرين، ولكن هفهم الإدارة كويس جدا، عارف النظام كويس بيمشي إزاي في الأكاديمية دي، وبالتالي هكون مطمئن على وانت خلي بالك برضو انت بتتعامل مع اولياء امور قبل اللعيبه، وطبعا مفيش الكلام ده في الاكاديميات دلوقتي. وتالت سبب هو التسويق. ما بتعرفش تسوق لمنتجك او ما بتعرفش تسوق لاكاديميتك كويس. وانت خلي بالك الاولاد اللي عندك ده او وحده التدريب اللي عندك دي عباره عن منتج لازم تظهرها بشكل كويس للناس عشان تقدر تجذب لعيبه جديده والاكاديميه تستمر معاك. دلوقتي الاكاديميه تفتح محدش يعرف عنها حاجه، مفيش تصوير، مفيش تواجد على السوشيال ميديا، مفيش عروض ولا خطه جذب تجذب بيها اللعيبه. ورابع سبب هو مفيش رؤيه للعيبه. الاهالي واولياء الامور عايزين يشوفوا تطور عند ابنهم، وده من حقهم. عايزين خطه واضحه، عايزين يشوفوا ابنهم بيتغير للاحسن. الكلام ده مش هيحصل الا اذا كان في خطه واضحه للتطور. هتلاقي ان الاشتراك عندك ما بيتجددش، وهتلاقي بقى في اعذار الدروس والمدارس. اللعيبه واولياء الامور لو شايفين ان في تطور وفي تغيير في الاكاديميه او في المؤسسه دي عمرهم ما يخلقوا اعذار ليك ويجيبوا لك بقى حجج المدارس وحجج الدروس. كل ده يتحط في جنب لو في تطور فعلا، ولو تلاقوا ان الأكاديمية بتساعد على الدراسة والدراسة بتساعد على الأكاديمية، وانت كمدرب او انت كصاحب أكاديمية تخلق فرص لكده. من الآخر كده النجاح مش انك تفتح أكاديمية، النجاح انك تديرها صح. لو انت عايز تعرف تبقى ازاي من 10% اللي بيكملوا، تابعني عشان ابدأ معاك من الصفر واعمل لك خطة كاملة لتطوير الأكاديميات من الصفر. الفيديو ده برعاية شركة المنصف سبورت لتصنيع وتجارة ملابس العدات الرياضية وتطوير الأكاديميات.